صدقا يا أخواننا الكرام، من أعظم القواعد التي يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين هذه الجملة التي تكتب بماء الذهب. عندما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلأت القصواء، ما معنى خلأت؟ كما قلت لكم، عصت، امتنعت، تأبت، حرنت. خلأت القصواء. لم يرضى صلى الله على معلم الناس الخير، لم يرضى أن يساء إلى ناقته وهي دابة وحيوان. قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. العلماء قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا، اسمعوا يا أخواننا الكرام، قاعدة في التعامل مع الآخرين. ما هي القاعدة؟ القاعدة في عندنا شيء اسمه استصحاب الأصل في الشريعة. ما معنى استصحاب الأصل؟ يعني أنا أعرفك منذ 10 سنوات، أعرف حياتك، إنسان علاقتك جيدة معي، أحسنت إلي، أكرمتني، أخ بكل معنى الكلمة. في ظل هذه الأخلاق الحميدة الموجودة عندك صدر منك موقف سيء، موقف معاكس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احذر أن تحاكم الشخص إلى الموقف النادر، فالنادر لا حكم له. احذر أن تحاكمه إلى الشوارد والنوادر، بل إذا أردت أن تحكم على شخص يجب عليك أن تحكم عليه ضمن كل حياته، لا أن تحاكمه لموقف واحد وتجعل هذا الموقف حكما عليه. إذا نحن تعاملنا بهذه الطريقة نتقبل عيوب بعضنا أم لا؟ نتقبل عيوب بعضنا. إذا كنت في كل أمورك معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. يعني إذا أنت كل شخص أساء معك إساءة سوف تعاتبه، لن تجد شخصا لا تعاتبه، لأن كل الناس فيهم نقص وكل الناس فيهم خلل. القاعدة الصحيحة في التعامل مع الآخرين أن نحاكم الشخص إلى كل تصرفاته لا إلى الظرف الاستثنائي. هاي معنى استصحاب الأصل. يعني أنا 10 سنوات أعرفك، صدر منك موقف سيء، أستصحب 10 سنوات ثم أضع هذا الموقف السيء ضمنها فيذوب ولا يظهر مقابل الحسنات الكثيرة التي في الموقف القديم. هذا القانون العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طبقه على البشر بس، على الحيوانات. الآن عندما خلأت القصواء، هذا الخلأ الذي قامت به هو الأصل في أخلاقها ولا الاستثناء؟ جاوبوني. الأصل أن هذا استثناء. يعني ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ذلولا منقادة له، صدر منها موقف الله أعلم ما هو. الصحابة الكرام قالوا خلأت القصواء. لاحظوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، يعلمنا قاعدة أن لا نظلم دابة فضلا أن نظلم إنسانا. قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. القصواء ناقتي منذ سنوات، أول مرة تتصرف هذا التصرف، أول مرة أحثها على المسير وتأبى. الله أعلم ما هي الظروف التي ألجأتها. الله أكبر. يعلمنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف نحاكم تصرفات الدابة. فالإنسان أولى أن نقبل أخطاءه ضمن حسناته الكثيرة إذا ما تعامل معنا. هي اسمها قاعدة استصحاب الأصل. خلأت القصواء يا رسول الله، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. ليست أخلاقها بما وصفتم، ولكن حبسها حابس الفيل. إذن هذه الفائدة الثانية، وهي أننا نحاكم الشخص إلى كل تصرفاته لا إلى تصرف مفرد.